السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. يلا بينا نعمل بيتزا الكريب اللي هي بنفس عجينة الكريب. هنجيب الخلاط وهنضيف له 2 مج من اللبن، وبعدين ده اول واحد وده التاني، وبعد كده هضيف ربع كوباية من الزيت، وبعد كده 2 عدد من البيض، دي اول واحدة، وبعد كده نضيف التانية ونضيف ليهم التوابل: معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من بهارات البيتزا، دي بتيجي جاهزة من عند العطار، وفيها من مكوناتها يعني الزعتر. وكل ده وهنضيف ليها ربع معلقة من البيكنج باودر، مش هنكتر. وبعد كده هنضرب المكونات بتاعتنا دي كلها في الخلاط بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهروح ضايفين بعد كده 2 عدد من الدقيق، ده اول مج وده التاني. المج اللي هو المعياري ده اللي عندنا اللي هو الازاز اللي في كل بيت. بعد كده اجيب الصينيه واروح حاطه شويه زيت ودهنها كويس جدا عشان احط ورق الزبده اثبته عليها كده، وبعد كده بالمقص اشيل الزيادات من الحروف كده حواليها بحيث انها ما تتحرقش في الفرن. واروح نازله بقى بالمكونات بتاعتي بعد ما ضربتها في الخلاط بتاع 5 دقايق زي ما انتوا شايفين. اروح جايبه الجبنه الموتزاريلا شويه كده منها، واروح رشه على الوش. ودوت لانشون كان عندي كام شريحه خرطتهم كده. وبعد كده اجيب الزيتون بتاعي اوزعه كده بتناسق كده بحيث كل واحده يكون فيها. وجايبه هنا شريحه فلفل الوان اصفر واحمر واوزعهم برضو كويس جدا. وبعد كده على الوش هكمل جبنه موتزاريلا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادخلها الفرن على 180 درجة. هتطلع بكل سهولة ولا لازقة ولا حاجة. واروح مقطعاها وهي سخنة حتى كده، قطعتها كده على طول واطلع شريحة في منتهى الجمال بالقطعية اللي انا مرتاحة لها وعايزاها. شايفين طلعت لا هي لازقة ولا في اي حاجة، والظهر مستوي في منتهى الطعامة. وهي شفتوا الظهر جميل ازاي، وابرمها والفها وافكها تاني ولا تلزق ولا في اي حاجة. شايفين سلسة معايا والعجينة جميلة جدا والطعم كمان حكاية. جربوها هتعجبكم جدا.